أهلا بيكم في القناة. غرزة النهاردة هتكون اسمها غرزة القلوب. غرزة سهلة وشيك وحلوة وسريعة هنتعلمها النهاردة. هي مناسبة للبطاطين والشيلان والكوفيات. يلا نشوف الأدوات والطريقة. هستخدم إبرة 6 ملي علشان الشرح. رقم الخيط 2. أنا هنا عملت 11 سلسلة، وعلشان هعمل غرزة عمود بلفة فهعمل 3 سلسلة كمان زيادة ارتفاع، وهحسبهم من ضمن الغرزة بتاعتي. هلف الخيط على الإبرة وادخل في الغرزة الرابعة. هعمل غرزتين عمود بلفة وما كملهمش للآخر. أول واحدة هلف الخيط على الإبرة وادخل في نفس الغرزة، أعمل غرزة عمود بلفة وما كملهاش. هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة. هلف الخيط واسحب بينهم كلهم، بعد كده أقفلها بغرزة سلسلة بالشكل ده كده. هلف الخيط، هسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل 3 عمود بلفة من غير ما اكملهم. ده اول عمود. هلف الخيط واسحب، ادخل في نفس الغرزة، اعمل تاني عمود وما كملوش، الف الخيط على الابرة، ادخل في نفس الغرزة، اعمل غرزة عمود بلفة من غير ما اكملها. هيبقى عندي 4 حلقات على الابرة بالشكل ده. الف الخيط على الابرة واسحب منهم كلهم واعمل سلسلة. هنا ممكن تشتغلي ال3 سلاسل كارتفاع بس، او تحسبيهم زي ما انا عملت من الغرزة ويبقى عددك مظبوط. هنلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة وادخل في الغرزة اللي بعدها واعمل 3 عمود بلفة من غير ما اكملهم. كده ادي اول عمود وتاني عمود وده التالت. هيبقى عندي 4 حلقات على الابرة بالشكل ده. هلف الخيط واسحب منهم كلهم واعمل غرزة سلسلة بعد كده. هنكرر نفس السيكونس ده او الترتيب ده لغاية اخر السطر بتاعنا. طبعا هنا عدد الغرز اي عدد انتم تحبوا تعملوه، مفيش عدد معين زوجي او فردي. تدريب كويس قوي لغرزة التناقص باكتر من غرزة. انا هنا بشتغل طبعا بعمود بلفة، فده هنا انا في الغرزة دي تعتبر ان انا بعمل تناقص في 3 غرز مرة واحدة. هلف الخيط على الابرة واسيب غرزة من تحت وادخل في الغرزة اللي بعدها اعمل 3 عمود بلفة وما اكملهمش. وبعد كده هيبقى عندي 4 لفات على الابرة، 4 حلقات. هلف الخيط واسحب منهم كلهم واعمل غرزة سلسلة. ده شكل الغرزة. هكمل لنهاية السطر، وصلت لاخر غرزة. هنا اخر غرزة هعمل فيها برضو 3 عمود بلفة من غير ما اكملهم. ده شكلها علشان برضو المبتدئات يبدأوا يعرفوا شكل الغرزة وهم ماشيين خطوة خطوة. العمود التاني من غير ما اكمله، والعمود التالت برضو من غير ما اكمله. 4 لفات على الابرة، الف الخيط واسحب. هنا مش هعمل سلسلة في اخر السطر. علشان ابتدي السطر التاني هرتفع 3 سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة العمود بلفة. هلف الخيط على الابرة، هدخل في الغرزة التانية اللي هي بنعتبرها العمود التالت في المجموعة اللي احنا عملناها، فبندخل فيها ونعمل 3 غرزة عمود بلفة من غير ما نكملهم. ادي اول واحدة ودي التانية والتالتة. 4 حلقات على الابرة، هلف الخيط واسحب منهم كلهم وبعد كده اعمل سلسلة. طبعا كل الدروس الاساسية انا هحطها لكم فوق وتحت في صندوق الوصف بالشكل ده كده. يا رب يكون واضح. هلف الخيط على الابرة وانقل على نفس المكان في الغرزة التانية اللي هي بالنسبة لنا احنا فوق الغرزة التالتة او العمود التالت. هنعمل فيها 3 عمود بلفة من غير ما نكملهم.
هيبقى عندنا 4 حلقات على الإبرة. هنلف الخيط ونسحب منهم كلهم ونعمل سلسلة. نفضل بالشكل ده نشتغل بالطريقة دي وبالتكرار ده لغاية آخر السطر. وآخر السطر هنيجي في الغرزة التالتة من الارتفاع ندخل فيها ونعمل 3 عمود بلفة من غير ما نكملهم بالشكل ده كده. هيبقى عندنا 4 حلقات على الإبرة. نلف الخيط ونسحب هم كلهم علشان نظبط الشغل ونظبط السطر بتاعنا. وده شكلها. هنكرر السطر رقم 2 اللي هو هنرتفع 3 سلسلة ونلف الشغل، وبرضه هنيجي في نفس المكان نعمل 3 عمود بلفة من غير ما نكملهم. 4 حلقات على الإبرة. نلف الخيط ونسحب، وبعد كده نعمل سلسلة ونكرر لآخر السطر. هنكرر طبعا التكرار ده كذا مرة لغاية آخر السطر، وبرضه نشوف هنطلع بكذا سطر تاني. عدد من الأسطر هنشتغلها بحيث ان احنا ايدينا تاخد على الشغل. الغرزة دي حلوة وسريعة، هتعلمك ازاي تبقي عارفة تعملي تناقص في اكتر من غرزة بالشكل ده كده. وفي نفس الوقت دي غرزة حلوة جدا ينفع تعملي بيها حاجات كتير جدا زي الشيلان، بطاطين، كوفيات، وشغل تاني ممكن كمان ينفع للأطفال. والغرزة دي سميكة نوعا ما فهتشيل وهتبقى متماسكة معاكي. برضو لو حسيتوا ان سطر البداية مضموم بتكبروا مقاس الإبرة نص درجة أو درجة تشتغلوا بيها عدد السلاسل بتاعة البداية بس، وبعد كده بتبدلوا ما بين الإبرة الكبيرة والإبرة اللي المفروض تشتغلوا بيها، وتكملوا شغلكم عادي بالإبرة العادية مش الكبيرة. الكبيرة بس عشان أعمل سطر البداية عشان تبقى السطر مرتاح ومش مشدود أو مضموم. دي غرزة شيك جدا. أتمنى أن الشرح يكون سهل وواضح وبسيط وما كنش طولت عليكم الشرح. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.